بيقول لك ان هو اتمكن من هزيمة 127 متسابق حاولوا البقاء على ظهره لمدة 8 ثواني، وكلهم كان وقعهم من اول ثانية، وسبع اشخاص غيرهم كانوا قدروا ان هم يقعدوا ثانيتين بس فوق ظهره. المفاجأة ان شخص واحد بس على مستوى العالم هو اللي قدر يهزم التوربوديوس على مدار حياته في المصارعة. والنتيجة اللي صدمت الجميع ان التوربوديوس منسيش الفارس ده، وقرر ان هو لازم ينتقم منه في مصارعة تانية. وساعتها قام بتكسير عظام وشه واداله درس قاسي لدرجة ان هو انهى حياته. الشرشمان لو ما سمعتش عنه قبل كده، هي اسماك الرملة الموجودة في الصحراء، بتعتبر مخلوق غريب جدا ونادر في الظهور وصعب انك تشوفه. طبعا هم بيسموه سمك الرملة لان هو بيعوم وبيغطس في الرملة زي السمك الحقيقي بالظبط في المية، يعني بيعمل نفس افعالهم بالظبط. وبالمناسبة هو ليه قيمة غذائية عالية جدا وموجود بكميات كبيرة في صحراء الجزائر وبعض الدول العربية. الحيوان ده اسمه إيلي بيكا، وشهرته هي الأرنب السحري، وتم تصويره للمرة الأولى من حوالي 20 سنة تقريبا، وتم اكتشافه في جبال اسمها تيان شان في الصين. وبيتوصف إنه حيوان شكله لطيف، وبالمناسبة هو نادر جدا جدا على مستوى العالم. أما القرد ده بقى فهو من أغرب الحيوانات اللي تم اكتشافها في سنة 2010 في شمال بورما، وبسبب شكل مناخيره الغريب فأطلقوا عليه اسم القرد ذو الأنف الأفطس. ده غير إنه بيعطس كتير لما السما بتمطر. وبالنسبة لجراد البحر ده فاكتشفه عالم ألماني في إندونيسيا من حوالي سنتين، وقال إن الألوان بتاعته شكلها جميل جدا ومدهش، وإنها بتشبه غروب الشمس في المنطقة الاستوائية.